مساء الخير مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج المناظرة. معانا الرأي والرأي الآخر، معانا اتفاق واختلاف. ضيوفنا النهارده منورنا في الاستوديو. برحب بحضرتك يا فندم. نبذة صغيرة عن حضرتك. مي سمير، خبيرة تغذية علاجية. وإيه كمان؟ حابة تسأليني على إيه طيب؟ يعني بس خبيرة تغذية علاجية ولا في شغلانة تانية؟ لا، خبيرة تغذية علاجية بس. نورتينا. أتشرف بحضرتك يا فندم. دكتور شريف عبد القادر، اخصائي تغذيه علاجيه. حلو، المجالات قريبة من بعض نتكلم فيها. أسأل حضرتك يا فندم سؤال. في اتهام صريح من ناس كتير قوي بتقول إن أدوية التخسيس بتؤدي إلى الوفاة. بس أنا قلت أنا خبيرة تغذية، ما قلتش في أدوية يعني لحد دلوقتي. ما خبيرة تغذية أنا بقول لك إن في خبيرة ناس تغذية. بتشتكي. أكيد فاهمة في أدوية التخسيس برضه. فاهمة. اتفضلي. بتؤدي إلى الوفاة؟ لا، احنا دلوقتي لو احنا خدنا الحالة كاملة وعرفنا الحالة كلها كوزن سن حالة صحية، نقدر إن احنا نديله الحاجة المناسبة ليه. فما فيش أي أضرار على الموضوع ده. إيه الحاجة اللي بتبقى مناسبة ليه؟ انت دلوقتي رحتي كشفتي عشان عايزة تعالجي شعرك. بنسأل بنشوف انت مشكلة شعرك ايه وسنك قد ايه. عندنا حالة مشكلة صحية هي اللي عاملة لك تساقط مثلا في الشعر. رأي حضرتك ايه يا فندم في الكلام ده؟ تحط انا تساقط بصراحه الشعر اختلف ده. مع الاستاذه يعني 100%. انا بشوف ان احنا استعمالنا للادويه ده هو اخر حاجه انا بمشي فيها مع الشخص اللي جاي لي يعني. ببدا الاول معاه بحاجات ناتشرال بقدر الامكان، احاول اظبط له نظامه الغذائي، احاول اشوف ايه العادات اللي هو العادات اللي بيعملها في حياته اليوميه اللي مؤثره عليه بالسلب، وهي دي اللي ببدا اشتغل عليها الاول. بعد كده موضوع الادويه ده بيجي في الاخر يعني لو اضطريت، لكن معظم 99% من الحالات ما بحتاجش استخدم ادويه. ممكن تموت فعلا؟ ممكن تموت فعلا. مع الاستعمال الخاطئ ممكن تموت. طب بتنصحوا بيها ليه ما دام بتموت مثلا؟ يعني طيب انا على فكره ما قلتش ان انا بنصح بيها. اصل حضرتك حافظه، ده حضرتك حافظه روتين، نروح كذا ونكشف كذا كذا كذا. لا، انت سالتيني دلوقتي انت التايتل انت بتاعك قلتي ايه؟ حاجات هو حتى ما قالهاش، فشكلك شغاله فيها. يعني افهم. اديني فرصه اتكلم معاكي. اتفضلي. انت سالتيني انت التايتل بتاعك ايه، قلت لي خبيره تغذيه، ما قلتليش شغاله في الادويه. خبير التغذيه ده بيعالج سمنه، نحافه. نبدا زي ما هو قال كده، ممكن نظام غذائي زي ما الدكتور قال بعد اذنك. زي طيب حاضر، زي ما الدكتور قال، بنظام غذائي وهكذا. في بعض الحالات بتحتاج ان هي محتاجه بوش، فبنبوش مثلا بنوع معين من الادويه. طيب لو انا وزني انا وزني فوق ال 80 وعايزه اخس، ايه اول طريقه امشي بيها؟ طب بصي، يعني انت مش مذيعه؟ ما ينفعش تقطعيني. بعمل ايه؟ اراجوز قاعده انا لسه فريزر وقاعده مذيعه. هي بتتكلم كده ليه؟ يعني في ايه؟ بسال حضرتك انا لو وزني فوق ال 80 هو ده عادي يعني ولا لو ايه؟ انا احنا حضرتك مناظره، احنا مش برنامج هنا منوعات. ايوه مناظره، وحضرتك مش هتعلميني ابقى مذيعه ولا لا. انا قاطعه اللي انا عايزاه. بسالك لو انا وزني فوق ال 80 وعايزه اخس، ايه افضل طريقه اخس بيها من غير ما اموت؟ لا، هو انت بتزعلي ليه؟ هي بتقول لحضرتك السؤال. اجاوب انا على السؤال. اجاوب انا على السؤال. ماشي، وانا دلوقتي بكلمها هي، يعني الكلام موجه ليها. بعد اذنك يا فندم. انا بسالها. بسالك قولي نعمل ايه؟ انت بتزعقي ليه؟ طيب ممكن اتكلم بتون احسن من كده؟ انت مش عارفه تجاوبي او مش عارفه تفهميني او لا، انا هجاوبك لما تتكلمي بشكل الطف من كده. انا مش مضطره ان انا ارد ثانيه واحده. هنا احنا مناظره. برنامج احنا ايه؟ مش جايين نهزر. المناظره يا فندم. طيب المناظره لازم صوتك يبقى عالي؟ دي طريقتي يا فندم. هتعلميني ولا ايه؟ بسال حضرتك لو وزني فوق الزفت ال 80 اخس ازاي؟ زفت يا جماعه، انتوا بتسجلوا ولا ايه؟ مش زفت، انا مش قصدي كده يا فندم. معلش انت وترتيني. بسالك لو وزني فوق ال 80 يا فندم اخس ازاي؟ افضل طريقه صحيه اخس بيها ازاي؟ لو انت وزنك فوق ال 80 مثلا. طيب الطريقه دي كويسه. لو انت وزنك فوق ال 80، لا على حسب سنك. لو سنك صغير الحرق في جسمك شغال، هنحط نظام غذائي، هنمشي على شويه تمارين معينه. لو بقى عندنا مشاكل صحيه، دكتور حضرتك امشي على نظام غذائي. الكمون. الكمون؟ انا بوجه كلامي ليه. مطحون يا فندم لا، اللي هو اللي جاي من عند العطار. لا مش المطحون، اللي هو الرف الخشن. الكمون الخشن اللي هو اللي بيبقى حب ده، هو ده انسب حاجه للموضوع. بيتسف كده على الريق الصبح. بيتسف؟ هو حضرتك في حاجه معينه؟ انا قطعت حضرتك وانت بتتكلمي. انا بتكلم مع نفسي. لا، تتكلمي مع نفسك جوه دماغ حضرتك بس مش بصوت عالي. هو في ايه؟ طب يا جماعه ايه ده؟ تمام. ايه ده؟ هو حتى لو حضرتك ضيفه ما ينفعش تقاطعي ضيفي. انت لسه مقاطعاني يا فندم. انا قاطع، انا مذيعه. هو ضيف، هو قاطع حضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. بس فبيتصفى على هو ايه يا جماعه العبط اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا انا لن اسمح بالاهانه. في ايه يا فندم مالك؟ لن تسمحي بالاهانه ولا انا مش هكمل برنامج معاكي اصلا. انت عندكيش حاجه تقوليها يا فندم ولا ايه؟ هو بيتكلم بينسى حضرتك بالكمون. خلاص لو دي طريقتك مش مشكله. انا بستاذن حضرتك بكلمك. ليه؟ هو ده عادي اصلا ولا انت عشان بس احنا يعني انت انا المذيعه ما ينفعش اتكلم. شغاله فانت اتاخرتي مثلا ولا ايه؟ مش فاهمه.
وحضرتك قلعتي المايك ليه؟ بتاعك وانا مش هكمل، انتوا بقى كانوا يعني نفس التون ده مع بعض وكملوا انتوا. يا فندم حضرتك رايحه فين؟ مش احنا بنسجل؟ انا مش مصدقه ان حضرتك قمتي، انا مش مصدقه حضرتك قمتي، يعني انا قايمه لك مخصوص عشان احنا بنكمل الحلقه. انا باخد راي الدكتور، هو دكتور تغذيه يا حبيبه قلبي. انا بتكلم براحتي، انت دخلتي مسكتي فيه، انا قمت جبتهولك. اتفضلي يا فندم نكمل الحلقه وحقك علينا، احنا عايزين ناخد خبرات حضرتك. خبراتي؟ يلا يا فندم يلا يلا. ممكن حد بس يجيب، انت بتعمل ايه؟ يا فندم بسال حضرتك حاجه، بكلم حضرتك. ممكن تفضلي؟ حبيبي مين؟ انا بنت. اتفضلي يا فندم اتفضلي. طب تعالي يا فندم. يا فندم انا بصي انا قمت لك مكاني، انا ما بقومش لحد، انت فوق راسنا يا فندم. ممكن نكمل حيله؟ ممكن نكمل بعد اذنك؟ يا بصي هو دكتور وجاي ومستني كل ده من الساعه 4. ده من الساعه 4 يا فندم، من الساعه 4 ايه؟ حد يندهي؟ طب حد مسؤول لو سمحت. خلاص انا هديك حد، بس اتفضلي المايك. بس يعني انت بس عشان انا استاذ حضرتك، انا قمت لك، انا المسؤوله قمت ممكن حد لك. يجيب لي ميه؟ حاضر هاتوا لها ميه طبعا. اتفضلي هجيبها لك انا. طب انا عايزه ميه الاول. هجيبها لك والله، تقعدي والله هجيبها. اصل انت عارفه تقولي ميه، انا هجيب لك ميه واللي انت عايزاه، بس ممكن تقعدي. تكلميني بالراحه، مش فاهمه منك حاجه. طب اتفضلي يا فندم اتفضلي. ممكن حد يجيب لي ميه طيب؟ هو راح لي تاني. ممكن ما تصورش؟ هو مش بيصورك يا فندم. ما بيعمل ايه؟ هو مش بيصورك، هو واقف. اتفضلي اتفضلي. طب يا حبيبتي هشرب كده بس ميه بعدين قوي. ما ينفعش تشربي وانت قاعده؟ لا طريقتك غريبه، انا مش طبعا فاهماكي بصراحه. حقك عليا، بس هو الدكتور متضايق وهو برضه استاذ نرفزني. نورهان بعد اذنك يا استاذ نورهان، خلينا بس هو نخلص اصلا بقى الحلقه نرفزني. بقى. ايوه بيشتكي من الساعه 4 كده وانا ماشيه. تكلمي جد؟ ايه في ايه؟ لا شنطه. ما هيركبهولك. طب ممكن ميه؟ ممكن حد بس يملاني، محمد ايمن او حد مسؤول او اي حد يعني. طب بس لما حد بس هو مفيش يجي. حد يا فندم، انا مسؤوله هنا. لا حد تاني مسؤول. طب ممكن نكمل الحلقه يا فندم؟ طب ممكن يعني بس تأذنك بنفس بهدوء. طريقتك دي؟ لا يا فندم خالص، احنا بنعتذر، وانا حتى هقول له بنعتذر، نسمع من حضرتك ونسمع من الضيف. يلا اتفضلي يا فندم. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين في برنامج المناظره. دكتور لو احنا بننصح الاطفال تاخد كورس تغذيه، نبتدي معاها بايه؟ لا احنا ما بنديش الاطفال كورسات تغذيه. تغذيه يعني ايه؟ كبسولات؟ لا طبعا أمال إيه؟ حاجات طبيعيه، اكل خضار كده يعني، اكل ننصحهم صحي إيه؟ يعني. ما هو ما فيش حاجه عامه اقدر اقولها لك، على حسب هو عنده نقص معين في فيتامينز معينه ولا ايه، وسنه قد ايه، بدا ان هو ياكل ولا لسه فتره. لا بدا ياكل طبعا طبعا يعني. اه كل الفيتامينات على حسب سنه بقى. ما هو انت ما ينفعش تقولي لي كده عموما، انا لازم بكلم حضرتك. بصي انا بكلم حضرتك على الناس دلوقتي، الامهات اولادها في المدرسه، فاحنا بننصح الامهات تدي ايه لاولادها؟ الحاجات الطبيعيه، خضروات، فواكه، بروتين. انا عايزه اجابه مفصله يا فندم. هو ايه اللي بيضحك؟ اصل حضرتك يعني عماله بتلفي ودوري، مش بتجاوبي مالك؟ على يعني انا بس الحوار بالنسبه لي كوميدي جدا يعني. حضرتك ما تجاوبي على السؤال، خلينا نخلص. كوميدي؟ طب ما تجاوب انت. هجاوب لما السؤال طب يلا جاوب. انا بسال حضرتك انت يا فندم. لا انا ما عنديش اجابه خلاص. طيب ممكن الدكتور يجاوب. ايه الامهات تدي ايه اولادها وهم رايحين المدرسه؟ نظام غذائي اللي احنا فيه ده. اتفضل يا فندم. انا بس بحاول استرجع بس دنيتي بعد اللي انا سمعته ده. تنصح بايه يا فندم؟ انا بصراحه بشوف ان اكتر فاكهه فيها افاده يعني اكتر انت سالتيه عن نوع فاكهه معين؟ لا بساله. حضرتك بتتدخلي ده دلوقتي بقى وقتي ان انا اقول الاجابه، حضرتك بتتدخلي ليه؟ بصراحه فعلا حاجه غريبه جدا. حضرتك بتقطعي بصراحه فعلا. اتفضل. الامهات تدي ايه اطفالها هم رايحين المدرسه؟ انا بنصح الصراحه خصوصا في الشتاء يعني. نعم في الشتاء، بدايه انا الشتاء. بنصح بفاكهه الكاكا خصوصا المجففه، دي خطيره 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 للاطفال. خطيره للاطفال فعلا. وفيها فيتامينات عاليه جدا، فيها الياف عاليه جدا، وكمان بتحسن يعني تقدر تحسن المزاج بتاع الاطفال. لو حد عنده اي اضطرابات سلوكيه او كده بتنفع معاه جدا. اكيد جداً. اكيد طبعا. انت يعني اكيد كنت محتاجه. راي حضرتك ايه في الكاكا المجفف؟ لا ما عنديش راي، انا اصلا مش هكمل الحلقه العبيطه دي. ما ينفعش تغلطي يا فندم، يعني احنا لسه كتير يا ستي الحلقه دي ما تزعيهاش ما تزعيهاش. ما دي فلوس ناس يا فندم مدفوعه. معلش انا هتكلم مع الناس واشوف انا الموضوع ده. فلوس ناس مدفوعه يا فندم. هو مش كل شويه ايه بقى، هو عندك كام سنه؟ كل شويه تخلعي. هو انا عايز كل افهم شوية حضرتك تشيلي يعني المايك جايه وتخلعي اسال على طول كل كلمه تتقال على المايك، كل كلمه تقومي لابسه المايك، كل كلمه نقعد نظبط في شعرنا، بقى لنا نص ساعه بنظبط في شعرنا. انا ساكت بقالي كتير يا استاذه نورهان. يعني الاستاذه من ساعه ما دخلت انا مش حضرتك حد بعتك عشان تضايقيني؟ مين؟ عبد الحميد؟ مالكش دعوه. عبد الحميد ده مريض نفسي. ما بصي انا ما اسمحلكيش يا فندم كل شويه تعديل شعر. حضرتك سيبي شعرك كويس، ما تقعديش كل شويه تعملي كده. شعرك كويس. ممكن حد انت يداني حد كوفرجية ولا ايه؟ لو سمحتوا. خلاص بقى خلاص.
خلاص ايه يا عشان فندم؟ انه بجد مستوى الكلام معاكم. انا سكت خالص وسابك تتكلمي مع الضيف، ممكن شغاله حد ينزل اهانه لحد ما اهانه تقول لو اهانه اهانه، انا سمحتوا. بقالي 5 دقايق ساكته. براحتك بقى. دكتوره بعد اذن حضرتك خلينا نكمل الحلقه لو سمحتي. ممكن تخليك في لو حالك. سمحت اسمعيني بس، اسمعيني، خلينا نكمل الحلقه عشان الحلقه دي فيها ممكن مدفوع تخليك في مدفوع فيها فلوس كتير. بعد اذن حضرتك تعالي نكمل الحلقه. مش هرد عليك. يا استاذه يا استاذه بعد اذن حضرتك انا بتكلم معاكي من الذوق ان انت تبصي لي وانا بتكلم معاكي. يا استاذه يا انت اسمك ايه؟ يا استاذ اسمك ايه؟ اه حضرتك قاعده معايا نص ساعه طب مش ما فاكره اسمك تتكلمش ايه. بس طب عشان- انا كمان مش فاكر طب اسمك ما ايه، تصور بس بعد إيه؟ اذنك تعالي معانا نكمل الحلقه لو ما سمحتي. اللي احنا فيه. يا استاذه يا استاذه نورهان انا مش هقوم لحد تاني، انا عشان خاطرك قمت. مش عارف ايه الدلع ده. حاضر حاضر حاضر. من غير غلط. بعد اذنك. سامعني؟ اتفضلي يا فندم. خلاص احنا متاسفين ألو؟ لحضرتك. احنا متاسفين لحضرتك يا هو فندم. في ايه يا محمد، انت سامعني ولا لا؟ مفيش شبكه هنا يا فندم. مفيش، مستحيل. طب ممكن تفتحي لي الباب طب ده؟ اقفلي بس دلوقتي يا فندم. حبيبي انا لو دخلت ابوظ لك الحلقه، افتحي لي الباب ده لو سمحتي. بوظيها. انت اصلا بوظتيها اوريدي. انا حرفيا انا حزينه من جوايا. انت حزينه؟ عارفه ليه ولا مش عارفه؟ انت لان هو عاملة كده ليه؟ الدكتور هو هو الدكتور دافع فلوس وانت كده عارفه قايلين لك قبل ما تخشي، فاحنا احنا بننجم الضيف على وانت بتصور حسابك. ايه؟ يبقى صحيح. بعد اذنك بعد اذنك صورني انا قايلين لي صورني طول ما انا ماشيه. والله ده تبقى الباكج. انا جايباه بفلوسي يا فندم، انا جايباه بفلوسي. يا جماعه بكلمك يا فندم. يا حبيبتي انا مش انا بكلمك. أنا طب مش هكمل طيب الحلقة. ممكن اكلمك؟ ممكن كنسلي ألو؟ دلوقتي. ايوه سامعني؟ مش هيسمعك. الو مش هيسمعك والله. مفيش بقول شبكه. لك ايه؟ انا عايزه اطلع، باب مقفول. مش محدش هيفتح باب الاستوديو. يا فندم. احنا بنعتذر لحضرتك. خلصنا. لا ما خلصناش يا فندم. في فلوس مدفوعه لازم تخشي تكمليها إيه انت جايبني اقعد يا اما معاك تدفعي فيها. تعبان ولا في ايه؟ من غير غلط يا فندم. طب هو من ممكن غير يلا بنعرف بعد إذنك نغلط يا عشان أنا فندم. عايزه اروح. يلا قدامي. هو ايه اللي قدامي؟ امال ايه يا فندم؟ اتفضلي. احنا متاسفين لحضرتك. قدامي يلا متأسفين نكمل. ايه؟ انت أمال إيه؟ مالك في إيه؟ انت عامله كده ليه؟ يعني انت عامله كده ده ليه؟ طبيعي؟ هو انت بتصور ايه؟ والله هو انت ممكن مجنون؟ بيصورني انا بفلوسي، جايباه يمشي ورايا صورك يصورني. بعيد عني. انا عايزه اقف هنا واتصور. يلا يا فندم. يلا يلا ربنا يهديك. يلا يلا هنقعد نكمل الحلقه ونتاسف للدكتور. دافع فلوس، واخد باكج كامله. دكتور دافع مين؟ فلوس. دكتور شريف عبد القادر. دافع 25,000 عشان بننجمه. على فكره انتوا بجد هتزعلوا جدا والله. احنا هنزعل؟ يا جماعه هو انت على فكره انا هكسرك الكاميرا دي. انت سامعني؟ مش سامعك. هي باينه كده. ايه؟ بقول له هي باينه كده. يلا قدامي. هو انت في ايه؟ ما تفتحي الباب ده. ما عمره ما هيفتح يا فندم غير لما الحلقه تخلص. دكتور شريف قاعد جوه على فكره كل ده لوحده. دكتور شريف قاعد جوه لوحده. دكتور شريف قاعد جوه مالك؟ لوحده. انت اسمك مريم صح؟ انت عامله كده ليه يا حبيبتي؟ دكتور شريف قاعد جوه لوحده. يلا مسحت الكاميرا دي. شكرا ربنا يحفظك يا فندم. يا بابا انت بتعمل ايه؟ يلا هاني الحلقه. يلا يا حبيبتي اوعي هقول بعد خلاص إذنك ما طلعنا. تلمسينيش. المسك ليه اصلا؟ طب خلاص ما تلمسينيش طيب. طب يلا. طب عشان بجد طب أنا استاذنك يلا يا بعد فندم. اذنك. يلا يا فندم. يلا يا حبيبي فندم. انا مش هكمل حلقه معاكي. ليه؟ طب مع انت دكتور عاملة كده شريف. طب مع دكتور شريف انت اكيد مش طبيعيه. انت مجنونه. قدامي نكمل الحلقه يا فندم، وهعتذر لحضرتك على الهوا. هعتذر لحضرتك وهنكمل الحلقه. هكمل حلقه. شكرا يا حبيبتي. ربنا يجازيكي خير يا رب. يلا اتفضلي يا فندم. هو انت انا مش عارفه بصراحة مفيش شبكة، ما انت تتعبيش. جايبينك اصلا ازاي؟ انا مش فاهمه. ده الموسم الثالث للمناظره، حضرتك مش متابعه بس. لا مش متابعاكي خالص. ممكن اكلم حضرتك حاجه؟ ممكن بس حضرتك ثانيه عشان عايزه اتكلم معاها في حاجه. انا مش عارفه. طب تعالي بس هنا كده معلش. عايزه اقول لحضرتك حاجه دلوقتي. حضرتك تدي الضرر. يعني انت اكيد ضرر ايه؟ زميله. انت هو اصلا صوتك بس عشان انا مش عايزه يسمع. انت ليه عايزه هو انت ممكن يا فندم؟ هو عشان هو تبع حاجة دكتور غلط. شريف. لا مفيش حاجه غلط. اسمعيني بس. ركزي هو اسمعي انت فيها. بتصور ايه يا بابا؟ بيصورني انا. ما تخافيش مش هننزل في حته. هو دايما معايا كده. بصي لي يا حبيبتي. اسالك سؤال. تدي الضرر وحتى للكرو كله اللي معايا. هو دكتور. ما اقول لك. اصلا سايلنت مش لا ما اقول لك بيتكلم. ليه. دكتور شريف شاري الحلقه كامله. ماله؟ شاري الحلقه كامله. طيب اوكي وقتك كملي بس بقى عشان الحلقة. عندنا مشكله. لا ما هنجيب ضيف معانا. كملي معلش ما الحلقة. تحرجنيش. يعني اخلي بالك ممكن يحصل لي مشكله. انا بستاذنك عشان ما يحصليش مشكله يا فندم. نخش ننهي بس مش هقول حاجه. شكرا ليكم يا جماعه في برنامج المناظره. اشوفكم على خير. الدكتور لو سحب فلوسه من الحلقه لا انا هقبض
ولا الولد اللي ملوش ذنب هيقبض، ولا الكاميرا مان هيقبض، ولا اي حد هيقبض. هو فبستأذن هو حضرتك- يبقى دكتور قليل الذوق واحنا نكمل معاه انا هسمعه كلمه معلش. هتسمعي كلمه ايه؟ هقولك ليه؟ احنا أنا هفهمك ده قصة. حلقة انت هتتزعقي انت. لا مش هقول كلنا هقطع له كلام، بس هو عشان دافع فهو احنا بيبقى اصلا ما اتكلمناش اصلا كلمتين على بعض. انا هاخد من حضرتك الكلمه اللي هي انا اسفه بجد مش هقدر. معلش، عشان خاطري يا فندم، سوري، عشان والله خاطري يا أنا آسفة، فندم. معلش عشان خاطري بستاذن حضرتك. حبيبتي والله انا اسفه. مش في بستاذن حضرتك، مش بعمل اقول لك ايه من الصبح عشاني انا بصي عارفه لو عملتيها عشاني هفضل طول عمري شايلها لك. الحلقه دي لو اتذاعت بجد هتبقى مش حلوه احنا يعني. ممكن ما نزحش ونقول اخراج ان هي اصلا مش طب وانا ليه كويسه. اعمل ايفورت في حاجه عشان- مش هتتذاع اصلا؟ لا مش هقول لك حاجه صغيره، مم. عشاني انا عارفه لو العكس صدقيني هاجي معاكي، لو اتقلب الموقف وحد جه اتحايل عليا هقول له يلا. ممكن بس خليه يبطل تصوير. طب لأن ممكن هو كده تبطل تصوير استفزني فعلا، جداً. انت بتستفز فيها يا فندم. دكتور شريف ده فادي يا فندم. نعم دكتور شريف ده فادي. طب هنعمل ايه؟ دكتور شريف الان جوه. اه قلت لك دفع كتير، هي باكج طب ممكن بتقسم تعالوا علينا. هو بليز معلش. ممكن خلاص يا تعالوا فندم هو. هو ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين في برنامج المناظره. انت مش فاهمه والله حاجه مش تتذاع اصلا، انت مش مجمعه. وقتك ليه بتدعي على البرنامج بتاعي؟ ايه؟ ليه بتدعي على البرنامج أنا ما بتاعي؟ بدعيش. ادعي عليه ليه؟ مش عارف. طب سيبي التليفون حضرتك، احنا على الهوا. انا هسيبه فعلا عشان محدش بيرد، بس مش مشكله. احنا على ايه؟ على الهوا يا فندم. يا حبيبتي الحلقه بتتسجل هوا ازاي؟ مين قال لك بتسجل؟ شيلي الموبايل جنبك معلش بعد اذنك. هنختم الحلقه دي ولا ايه؟ هنختمها اه. احنا سجلنا حاجه اصلا؟ سجلنا سجلنا ايه سجلنا بقى؟ جزء دكتور شريف كامل. اه ماشي اوكي. اتفضلي. انا هلبس حضرتك المايك بنفسي. لا لا حبيبتي لا عشان ممكن تكوني مش خليكي عارفه تلبسيه، انت اكيد تعرفي بس هم تحت. طبعا. انا ما اعرفش يا فندم، آه. انا دايما بخليهم يلبسوا لي المايك. انا عارفه. يلا كمان؟ اعدلهولك يا فندم. ايوه اه حلو قوي كده يا فندم. ده حبيبتي خلاص. بعدهولك يا فندم. ميرسي خلاص. اعملي تيست صوت معلش، اسمك بالكامل. ايه؟ اسمك بالكامل. الصوت تيست كده صوت. تمام مظبوط؟ لا تيست اسمك بالكامل. لا انا كده قلت عملت اه. التست خلاص. ماشي. خلاص تمام ولا يهمك. حبيبتي اه. طب الناس بقى اللي جوه دي ولسه مكملين خلاص في انتي المناظره على فكره اصل اللي هي انتي اصلا ما طلعتش مناظره وطلع الهبيده مقالب. برنامج المقالب الهبيده. والله انت كيوت قوي، بس اللي عملتيه صعب قوي، قومتيني 500 مره. دخلت عليكي؟ على فكره والله العظيم انا عارفه انا كرهتك اللي هو ايه ده. اه لا يا فندم لا واضح ان انت نورتينا. كرهتيني انا، انت مش اه. قابله مني لا انت كلمه حتى. غريب. انت اه على فكره الكاكا المجففه مفيده جدا. مفيده جدا. لا اصل انت مش فاهمه يعني، انا قلت اصلا نو واي، اصلا انا مش هخليهم يذيعوا الحلقه دي اصلا. حقك طبعا يا فندم. فندم حقك. بهزر معاكي بقى. ما ترجعيش تاني في الكلام. بس انت داخله متضايقه مننا قوي يعني. نورتينا، ممكن بقى ناخد موافقتك هنذيع الحلقه. بتهزروا يا جماعه. احنا الكاميرا بنهزر اهي، فعلا. احنا فعلا بنهزر والله. فوقي بقى فوقي، خدتي حقك ما تخافيش. نعمل حلقه بقى حلوه. لا لا بجد يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني نورتينا. ده انت بتهزر والله بجد. اكتر واحد تعب فينا الحلقه دي. كلمته اصلا. طب خلينا ناخد موافقه. ناخد موافقه. موافقه اهو، شفتي اتذاعت ازاي. نورتينا يا فندم، نورتينا. لا ام سوري يا نوران بجد، لا انا ما ولا اعرفش حبيبة انه قلبي. ايه ده يعني. خليه انهي بس، واشوفكم في حلقه جديده في برنامج الهبيده. نورتينا نورتينا نورتينا.